أخي مشاهدينا أهلا بيكم وحلقة جديدة من بنصبح عليك. زي ما تعودتم معانا دايما يوم الثلاث بتكون معانا فقرات متميزة. أولى فقراتنا هتكون خاصة بأمن المعلومات وأهميتها وكيفية التعامل معها في عصر التكنولوجيا، كيفية حماية المعلومات الشخصية. كل ده هنناقشه من خلال لقائنا مع المهندس زياد عبد التواب، مقرر لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة وخبير أمن المعلومات والتحول الرقمي. فقرتنا الثانية هتكون خاصة باكتساب المهارات وكيفية التعامل مع الآخر وثقافة ان احنا نتعلم يعني علم جديد أو ثقافة جديدة. كل ده هنناقشه مع الأستاذة رضوى حسني وهي الكاتبة الصحفية. هنشوف هذا التقرير الرياضي عن عضلات الكتف وبعدها نبدأ فقرة الأخبار. مرة أخرى مشاهدينا وأهم الأخبار: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية للاتحاد الأوروبي. من أخبار مصر: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. من أخبار مصر: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي. من جريدة الأهرام: وزير التموين الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يغطي 6 أشهر والزيت يتجاوز 4 أشهر. من جريدة الوطن: وزير التعليم يوجه بعدم الحل في كراسة الأسئلة بامتحانات الثانوية العامة. من جريدة الأهرام: بيت الزكاة والصدقات المصري يسدد ديون 25 غارما وغارمة استعدادا لعيد الأضحى. من جريدة اليوم السابع: أجواء روحانية تسودها الراحة والاطمئنان بمدينة الرسول. الحج للمصريون يوثقون زيارتهم للأماكن المقدسة، احترافية في تفويج الحجاج بالمسجد النبوي، ونقاط الطوارئ لضمان انسيابية الحركة وتهيئة المواقع المناسبة للصلاة. من جريدة الوفد: أسعار الذهب تنخفض للمرة الثالثة وعيار 21 يسجل 2200 جنيه للجرام. سجلت أسعار الذهب أمس تراجعا للمرة الثالثة في مستهل تعاملات الأسبوع، وذلك على خلفية تراجع كبير في الطلب على الذهب وزيادة المعروض من العائدين من الخارج. وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في 2200 جنيه. أسعار الذهب أمس في مصر: عيار 24 يسجل 2514 جنيها، عيار 21 يسجل 2200 جنيه، عيار 18 يسجل 1886 جنيها. الجنيه الذهب 17600 جنيه. آخر أخبارها هتكون الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة ونشاط رياح وفرص للأمطار، والعظمى بالقاهرة 32 درجة. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر على كافة الأنحاء. وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، الإسكندرية العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجة، أسوان العظمى 39 درجة والصغرى 29 درجة. دي كانت أهم الأخبار. هنلتقي بعد هذا الفاصل وهيكون عندنا حوار مهم جدا عن أمن المعلومات وأهمية أمن المعلومات في ظل عصر التكنولوجيا. لقاء مع المهندس زياد عبد التواب، مقرر لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة وخبير أمن المعلومات والتحول الرقمي، بعد الفاصل. مرة أخرى مشاهدينا، وفقرتنا الحالية خاصة بأمن المعلومات وكيفية التوعية بالتعامل مع أمن المعلومات في ظل التطور وعصر التكنولوجيا. هيكون عندنا هذا اللقاء مع المهندس زياد عبد التواب، مقرر لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة وخبير أمن المعلومات والتحول الرقمي. صباح الخير باشمهندس، منورنا ومشرفنا. اهلا فندم، صباح النور. الحقيقة يعني موضوع أمن المعلومات ده موضوع مهم جدا. مهم جدا كيفية التعامل مع المعلومات بشكل عام. الشيء الأهم التوعية. يعني ايه اللي مهم قوي انه المشاهد يعرفه النهارده من خلال فقرتنا ازاي يتعامل مع المعلومات، معلوماته هو الشخصية او اي بيانات او اي معلومات في ظل التكنولوجيا والتطور؟
طيب هو الاول احنا لازم نبقى متفقين ان العصر الرقمي ده مفيش حد يقدر يبقى قاعد بعيد عن الادوات التكنولوجيه المختلفه، لانها بقت موجوده في كل حاجه وداخله في كل مناحي الحياه. يعني لو بنتكلم على التعليم، بنتكلم على الشغل، بنتكلم على المعاملات الماليه، بنتكلم على حتى العلاقات الانسانيه الطبيعيه، كلها دلوقتي بقت عبر الشبكات. أيوة. وده بيتطلب ان الواحد يتفاعل، ويتفاعل يعني معناه ان هو يبتدي يدلي برايه، يقول بياناته، يقول معلومات عنه، يتلقى رسائل من الاطراف الاخرى، ويبقى محتاج ان هو يتفاعل مع هذه الرسائل. فالقضيه كلها بتتلخص في الوعي والحذر في هذه التعاملات. يعني عايز ادي حضرتك مثال بسيط جدا على هذه الامور. يعني لو على شبكات التواصل الاجتماعي وفي حد بيتكلم مع الاصدقاء وبيحط الصور بتاعته وبيقول هو بيروح فين وبيجي منين وبيحب ايه ولوكيشن واللي بيحط اللوكيشن وبيحط الصور ليه وبتاع، ممكن حد يعمل، هدي حضرتك مثال بسيط، حد يعمل الصوره بتاعته ويقول انا دلوقتي موجود في الساحل الشمالي والجو جميل ولطيف، فانت كده بتدي رساله غير مباشره لحد انه يعرف ان البيت بتاعك فاضي. فممكن حد لو متتبعه، حد ممكن يروح ويعمل جريمه، يسرق البيت مثلا على سبيل المثال. حد يتكلم على مستواه الاجتماعي انه مرتفع، فده يبقى يخليه مطمع لحد. حد يتكلم على ارائه السياسيه او الدينيه او كده، فالناس تقدر انها تكون عنه صوره. كل دي تعتبر بيانات شخصية، كل دي تعتبر حاجات خاصة مش المفروض ان هو يقولها بالسهولة دي. طيب ايه اللي مسموح لأي متعامل مع الانترنت او السوشيال ميديا ان هو يضع المعلومات، لكن بشكل ان هو ما يتمش مثلا اختراق مثلا البروفايل يعني بتاعه، مثلا ان هو ما يلاقيش مثلا معلوماته الشخصية متداولة، ان هو يكون بيتعامل بحرص مع ناس وهم كلهم اغلبهم اصدقاء؟ يعني في حاجات تفاصيل بالنسبة للسوشيال ميديا تحديدا بتكون خطيرة وليها عواقب يعني صعبة جدا. تمام، هو لازم يكون عنده حد أدنى من المعرفة بأمن المعلومات وكيفية تأمين الحسابات اللي موجودة عنده. كويس. أول حاجة في الموضوع ده، وهي أبسط حاجة وهي اللي بيحصل منها، ممكن نقدر نقول 95% من الاختراقات بتحصل نتيجة ضعف كلمات السر. الباسورد. الباسورد دي مهمة جدا ان هي تكون معقدة، يعني حروف وارقام وحاجه اسمها انا هقول لك عن تجربتي، انا بزهق من موضوع الباسورد ده. لا دي اهم بزهق حاجة. جدا. لا دي اهم يعني حاجة. بحاول ان انا وبعدين بنسى. كتير جدا الواحد يستعمل باسورد وينساها. ايه اللي مهم قوي ان انا اركز فيه واحتفظ ازاي بالمعلومه بتاعه الباسورد، بحيث ان انا ما انساهاش، ان انا ما ضيعش الورقه، ان ما تقعش الورقه في ايد حد؟ يعني كل ده يعني اعتقد ان هو مهم. لا، هو وجود ورقه اصلا ده مشكله في حد ذاته. في حد ذاته يعني طبعا. لازم تكون في الذهن. لازم تكون في الذهن. اوكي. فهي الواحد ممكن يعمل لنفسه معادله كده في عمل كلمه السر. يعني مثلا انا اسمي زياد، عندي ولد اسمه محمد، عن مواليد سنه كذا، فممكن اعمل كومبينيشن ما بين الثلاث اربع حاجات ديت لكلمه السر. يعني مثلا اخد اول حرفين من اسمي، وبعدين مثلا رقم، وبعدين حرفين من اسم حد انا اعرفه، واخد رقم، وبعدين احط حرف يدل على التطبيق اللي انا داخل عليه. يعني لو الفيسبوك مثلا اخد الاف، لو تويتر اخد التي، بس انا ابقى عارف الترتيبه بتاعتها. انا بقول ليه الفيسبوك والتويتر وكده، لان انا مش لازم، او مش لازم، ما ينفعش ان انا اكرر كلمه السر في اكتر من تطبيق. وعاده الناس في المتوسط كلمه السر الواحده بيستعملها في 6 تطبيقات. صح. يعني عشان بيكسل ان هو يكسل وعشان ما ينساش وكده. فدي المشكله فين؟ ان انا لو اتضربت كلمه السر في تطبيق واحد منهم، خلاص انا كل حاجه بتحصل. والحاله الاصعب ان انا تبقى كلمه السر موحده على كل التطبيقات. يعني هي بتاعت الايميل، هي بتاعت الايميل، هي نفسها بتاعت السوشيال ميديا، هي نفسها بتاعت الحسابات البنكيه، هي نفسها بتاعت الايميل الشخصي. بتبقى مشكله كبيره. فكلمه السر لازم احط لها معادله كده تبقى في دماغي وابقى انا عارفها. دي نمره واحد. نمره اتنين، في دوريه لتغيير كلمه السر. ما ينفعش كل قد ايه بقى؟ يعني علشان لا نشق على الناس، اعتقد انها مثلا تبقى كل شهر مناسب جدا. كل شهر؟ طبعا. انا مش عايز اقول كل اسبوع يعني. ياه.
وانا كل مره هعمل الكالكوليشنز والحسابات. لا، ما انا خلاص المعادله انا المعادله في دماغي، ممكن في الاخر ازود رقم 1 2 3 يبقى كل شهر مثلا يبقى شهر يناير يبقى 1، شهر فبراير يبقى حسب 2. الشهر. يعني اعمل لنفسي معادله كده يعني. كل واحد يقعد يجيب ورقه وقلم ويحط المعادله المناسبه، وبعد كده يعرف كلمه سر ويقطع الورقه دي وتبقى المعادله في دماغه وبيشتغل من اساسها. ويقوي ذاكرته يعني. ويقوي ذاكرته طبعا. طيب. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني ان كلمه السر لوحدها لا تكفي. في حاجه اسمها المصادقه الثنائيه او اللي هي تو فاكتور اوثنتيكيشن، ان انا بعد كلمه السر اربط الحساب بتاعي بالتليفون المحمول، برقم تليفون المحمول بتاعي. وحضرتك عارفه التليفونات المحموله كل تليفون محمول ليه عقد، والعقد باسمي في التليفون بتاعي طبعا. فمحدش هياخد التليفون او يقدر ان هو مثلا يروح شركه الاتصالات ويطلع شريحه على التليفون بتاعي. فانا بعد كلمه السر اعمل المصادقه الثنائيه، بحيث ان حتى لو عرضا وقدرا حد خد كلمه سر او عرفها او انا بدخلها، حد كان بيباصص وشافها وراح هناك علشان يدخلها، مش هيرضى، هيقول له في كود هيجي لك على التليفون المحمول. الكود ده تروح مدخله بعد كلمه السر. فدي المصادقه الثنائيه. يعني هي ثنائيه ليه؟ نمره 1 الباسورد، نمره 2 الكود اللي بيجي. المشكله بقى ان في ناس احيانا بيحصل لها نوع من انواع الاختراق بحاجه اسمها السوشيال انجينيرنج او الهندسه الاجتماعيه، ان حد يجي يحاول بكلمه سر ويعرفها، وبعدين يروح باعت له يقول له انا هبعت لك انا من شركه حتى فيسبوك او انا من بنك او بتاع، انا هبعت لك كود دلوقتي على التليفون المحمول مليهولي. ده كود شخصي، هياخد الكود والباسورد يقدر يخش على التليفون. ففي حاله ان انا ابقى عامل الاثنين دول، دي بتتغير بدوريه سريعه ويعني زي ما بقول لحضرتك كل شهر. ايه اللي بيحصل؟ وتاني حاجه المصادقه الثنائيه، انا كده مأمن نفسي تماما من ان الحساب بتاعي يتم اختراقه عبر كلمه السر. بس ده لوحده مش كافي برضه، انا بقى الحذر والوعي في التعامل جوه الحساب اللي بيحصل لي. يعني مثلا السوشيال ميديا، انا ممكن الاقي حد باعت لي رابط فجاه كده، وده بيحصل كتير جدا. لينك عليه على طول. اول ما ادوس على الرابط ده الحساب بتاعي بيتاخد. اوكي. عاده يعني بيبقى فيه مظاهر للحسابات او يعني للروابط اللي بتيجي بالصوره دي. شكلها يعني بيكون عامل ازاي؟ شكلها اولا لازم تبقى براقه جدا. يعني ممكن يقول لك اضغط هنا علشان تكسب مثلا 2000 جنيه. يعني فكره الجذب او الاغراء مثلا. بالظبط كده. شاهد قبل الحذف، مش في كذا كذا حاجه الناس كلها مهتمه بيها كده. وبعدين بتيجي من اصدقاء، وبعدين بتيجي من غير ما الصديق ده ما يكون كاتب قبليها حاجه ولا كاتب بعديها حاجه. يعني مش مثلا بيقول لي صباح الخير انا عامل ايه، بص انا باعت لك كذا، لا، بيلاقي الرساله اللينك على طول، ويلاقيها ساعات جايه في اوقات غير طبيعيه، والصديق ده في الغالب بيبقى في الوقت ده نايم. يعني صديقي ده انا عارفه مثلا بينام بدري، فصعب قوي انها الساعه 3 الصبح الاقي جايه منه الرساله دي من غير ما تحصل. طب هي جت منه ازاي؟ هو بقى بيبقى حسابه تم اختراقه. يعني هو برضو حصلت معاه حساب الصديق نفسه. أوكي. حصل له اختراق في وقت ما، والشخص اللي اخترق الحساب بتاعه بقى شايف قائمه الاصدقاء اللي موجوده عنده، يقدر بقى في اي وقت يروح باعت لكل الناس من حسابه. والأسوأ من كده ان هذا الصديق لما يفتح صندوق الرسائل بتاعته مش هيلاقي الرساله اللي هو بعتها لي. يعني انا ساعات بتحصل لي الساعه 3 الصبح حد يبعت لي، ما بدوس على الرابط، مش عايز اعرف جواه ايه، مش عايز اعرف. بس انا لغايه الصبح واكلمه واقول له انت بعت لي حاجه، يقول لي لا ده انا كنت نايم، انا ما بعتش حاجه. اقول له طب صندوق الوارد والصادر بتاعك شوف كده انت باعت لي حاجه، فيعمل لي سكرين شوت ما فيش حاجه باينه. اقول له بص ده انت جاي من عندك ايه، انت كده عندك اختراق. اوكي. طيب الحاجه الثانيه زي ما حضرتك بتقول انه ممكن احيانا انه الفيسبوك او اي يعني سوشيال ميديا بيتم اختراقها، ويبدا الشخص اللي خد الاكونت يبدا يبعت ويطالب بفلوس احيانا وحاجات من النوع ده، او مساعدات او ايا كان. الحل بيكون ايه؟ وتغيير الباسورد. بس ممكن تكون تغيير الباسورد دي ساعات بتاخد اكتر من فتره معينه، وساعات بيطلب اجراءات كتيره، مثلا زي صوره الباسبور، زي صوره شخصيه، زي حاجات كتيره قوي الواحد بيمر بيها لغايه لما يغير الباسورد. اسرع طريقه ان انا بقضي على الموضوع ده بتكون ايه؟ لا، هي اسرع طريقه ان انا الاول احاول بالمصادقه الثنائيه، يمكن اعرف ارجع الباسورد لانها ممكن تبقى مربوطه بالتليفون المحمول بتاعي. ولو هو ساعات المخترق ده بيخش وبيروح معطل المصادقه الثنائيه، يعني يفك الارتباط ما بين الحساب وما بين التليفون المحمول. ما بيبقاش في حل غير ان انا اتوجه للشركه يعني ابعت لها رساله ويبعتوا لي يقولوا لي طب انت لنفس الشخص بعت لنا بقى صوره البطاقه، صوره الباسبور عشان نرجع كويس الحاجه. فدي دي هي اسرع طريقه، هي دي ما فيش اسرع من كده. لكن هي قبل ما نبتدي نوصل لدي ممكن تقعد
بتقعد مثلا 24 ساعه 48 بالظبط، ساعه لما ترجع. عبال ما يرجع الباسورد. عاده نرجع تاني للنقطه الاولانيه، الوعي والحذر. هو انا ده. اصلا المفروض صندوق البريد اللي عندي جوه الحساب ما بقاش حاطط فيه حاجات شخصيه، ما بقاش حاطط فيه صور، مش حاطط فيه ملفات مرتبطه بالشغل، مش حاطط فيه محادثات خاصه. علشان هو لما لازم اعمل ديليت على طول. لازم اعمل ديليت على طول عشان كويس. هو لما يخش ما يلاقيش الحاجات دي. وقبل ما اعمل ديليت في حاجات المفروض ما احطهاش على الشبكات دي خالص. على الشبكات اطلاقا. طيب الجزء الاخر هو موضوع الهاك للايميل، وده بيحصل مع ناس كتيره جدا. يعني احنا بنتكلم على السوشيال ميديا، لكن الايميل بيحصل انه ده مكان اغلبه دايما الناس بتعتمد ان هي بتبعت الملفات يعني الاتقل شويه في التحميل، صور، بيانات خاصه، فايلز مثلا معينه. ده احيانا برضو بيحصل نفس المشكله، ان الايميل نفسه بيبعت رسائل للاصدقاء او كل الناس اللي عندي. بالظبط، هي بتبقى نفس الكيفيه. انا برضو الايميل الطبيعي بتاعي هيحصل له اختراق لو انا حاطط كلمه سر سهله، او لو انا جالي ايميل من احد الاصدقاء اللي انا عارفهم وبيقول لي برضو اضغط على الرابط ده علشان كده. فلو ضغطت على الرابط برضو هيتم اختراق البريد الالكتروني بتاعي. طيب خلينا ننتقل بقى الى فيروسات الكمبيوتر، وده اغلبه بيحصل من الانترنت، او ان انا فتحت مثلا لينك او دخلت على موقع او ويب سايت، وفي الحاله دي بيبقى عندي فيروس. اقدر اعرف منين انه الكمبيوتر ده يعني عليه فيروس؟ وهل يعني لازم ان انا كل شويه اغير الانتي فيروس للكمبيوتر، ولا ايه اللي ممكن اعمله؟ هو طبعا علشان احمي لازم يكون عندي انتي فيروس. وانتي فيروس بيتم تحديثه، يعني ابقى فاتح التحديث الاني بتاعه طول الوقت، مش ان هو يعمل تحديث كل شهر ولا حاجه. انا بقى سايبه حاجه اسمها اوتو ابديت، يعني طول الوقت بيابديت، لان الفيروسات اللي موجوده يعني عايز اقول ان ممكن يطلع مئات الفيروسات الجديده كل يوم. فالفيروس الجديد هو اللي هيبقى سهل جدا الاختراق من خلاله. فانا لازم اخلي الاوتو ابديت مفتوح على طول. لو انا قافل الاوتو ابديت وبعمله كل شهر ولا حاجه، خلال الشهر ده انا عرضه لفيروسات كتيره ان هي بكتشف ازاي ان انا عندي فيروس على الجهاز؟ هو على حسب البيهيفير او الاسلوب اللي الفيروس ده بيشتغل بيه. يعني ممكن في فيروسات تخش الاقيها بتفتح لي صفحات مش طبيعيه، فيروسات تانية تخليني ابعت رسائل ايميل للناس انا ما بعتهاش. صح. فيروسات تبوظ لي الملفات. يعني انا لو فاتح ملف مثلا شغل ولا حاجه، اجي اخش على الملف الاقيه مش تلاقي سيمبلز مش كتاب، الفايل مش شغال، او ان انا اجي افتح الفايل الاقيه بقى مكتوب عليه باسورد ويقولوا لي الفايل بقى مشفر. او احس ان الجهاز بقى تقيل، يعني صح. الجهاز بقى بطيء جدا. ولو تليفون محمول وحصل عليه فيروس برضو احس ان التليفون تقيل قوي، بقى الصفحات اللي فيه بتفتح ببطء والبطاريه بتسخن وبتخلص بسرعه. دي من الحاجات اللي بتحسسني ان في فيروس. كويس جدا. طيب الحاجات بقى اللي خاصه بالسوشيال ميديا وصوري ومعلوماتي الشخصيه، ايه المسموح ان انا يعني اتعامل بيه على السوشيال ميديا كفيسبوك مثلا، او تفاصيلي الشخصيه؟ لازم يكون عندي بروفايل على الاقل الملامح تكون واضحه، لكن ايه اللي المفروض ان انا اتجنبه تماما ما اعملش ده على السوشيال ميديا؟ لا يعني هو نخلي السؤال بالعكس، هو ايه اللي انا المفروض احطه على السوشيال ميديا؟ انا احط الحد الادنى خالص، اقل حاجه ممكنه احطها. يعني يكفي الناس تبقى شايفه صورتي وعارفين اسمي وعارفين انا بشتغل فين وخلاص. مش محتاج ان انا ابقى عارفين كل تاريخ حياتي والمدرسه الابتدائيه بتاعتي كانت ايه كل القصص دي، مين قرايبي، لان هو حتى بيحاول يرسم خريطه مين ابن عمي ومين مش عارف ابوي. يعني مش لازم ان انا ارسم لهم الخريطه دي واتبرع بان انا احطها على السوشيال ميديا. لا ملهاش لازمه. المشكله انه السوشيال ميديا بتلعب على حاجه في الانسان، ان هو الحب الظهور وحب الاستعراض. فهو ده اللي بيغري الناس ان هي تبقى كل ما تعمل اي ايفنت او تعمل اي نشاط ولو بسيط تصوره علشان تاخد عليه علامات اعجاب وتحس ان هي لطيفه وكده. عايز اقول لحضرتك يوصل لغايه ان حد عنده مثلا بيتغدى في مكان ولا بتاع، فيقعد يصور المكان ويصور الاكل قبل ما ياكله ويحطها على السوشيال ميديا والناس تقول له الف هنا. يعني كل الحاجات دي ملهاش لازمه، بيتعايش مع الشخص زياده عن اللزوم. بالظبط كده. وده مش مطلوب بالحقيقه. لا مش مطلوب. طيب بالنسبه للتعامل بقى كبيانات، حد طلب مني مثلا ودي بتحصل من خلال طبعا التعاملات البنوك، يقول لك لا ما تبعتش اي بيانات شخصيه للبنوك. طيب المهم ان انا اتعامل مثلا بحذر جدا في معلوماتي البنكيه،
وايه اللي المفروض ان انا اتجنبه تماما؟ طبعا كل المعلومات الشخصيه لا، يعني لازم اكون متاكد ان ده البنك، او يفضل ان انا اتوجه للبنك. يفضل ان حضرتك تتوجهي للبنك، وهو البنك نفسه بيقول لحضرتك ما تديش اي بيانات شخصيه حتى لموظف البنك اللي بيتصل بيكي بالتليفون. يعني ما تديلوش كلمه السر، ما ادلوش يعني بالكتير قوي رقم الحساب، لكن كلمات السر يقول لي هبعت لك كود دلوقتي وقوله لي، كل الكلام ده مرفوض تماما. زي ما حضرتك قلت هي اسمها شخصيه، فدي حاجه تخصني انا بس بالزبط. مش من حق اي حد خالص ان هو يعرفها. لكن هي المشكله حصل اللي بتحصل ومتكرره دلوقتي ايه، حد يلاقي رساله على جايه له على التليفون بيقول له سيتم ايقاف حسابك البنكي، يرجى الاتصال برقم كذا. والرقم او محتاجين تحديث بيانات، والرقم اللي موجود رقم موبايل حتى مش رقم من ارقام البنك اللي معروفه. يعني فيتصل بيه، فيبتدي الراجل اللي بيكلمه ده يشوف هو ده شاطر ولا لا، عنده وعي ولا لا. لو لا ما عندوش وعي يقول له ده انت هيحصل لك مشكله، ده مش عارف ايه بتاع، طب في باسورد هتتبعت لك، اديني رقم الكارت بتاعك. على ظهر الكارت في رقم كده صغير ايه 3 ارقام اديهولي. كده بالرقمين دول يقدر الراجل ده يروح ويشتري من على الانترنت بسهوله. بعد كده ممكن يقول له طب بص انا هبعت لك كود دلوقتي قوله لي، ياخد الكود الثاني، خلاص هو مش محتاج الكارت في حاجه، وممكن يخلي الرصيد بتاعه صفر. ولو هو كريدت كارد ممكن يشتري حاجاته ويحمل الكريدت بتاع الراجل ده. فالبنوك نفسها عامله حمله للتوعيه بالمخاطر بتاعه الافصاح عن البيانات الشخصيه. نتيجه انه في الاخر الناس بتروح البنك يقول انا ما قلتش، هيقولوا لا انت قلت، انت بس انت ما قلتش للبنك، انت قلت لواحد تاني قدر يستدرجك وياخد منك هذه البيانات الشخصيه. صحيح. زي مثلا الترانسفير من اكونت لاكونت، ايه اللي مهم ان انا اتعامل فيه او بيه في العمليات اللي هي المعقده من خلال الانترنت؟ بستسهل ان انا بدل ما اروح البنك واعمل ده، فكل حاجه متاحه على الانترنت. لا هي برضو لازم يبقى فيها على الاقل نوع من انواع التواصل الانساني. يعني انا لو بنقل من حسابي لحساب حد تاني لازم يعني اكلم الشخص التاني حسابك ايه، طب يبعت لي صوره رقم الحساب، يعني بحيث ابقى عارف بدل ما ابعت لحاجه حد غلط او حد ان هو يقول لي انا فلان هو اللي عايز. برضو دي كلها من الألاعيب بتاعه السوشيال انجينيرنج، اللي هو حد ينتحل شخصية حد. وكمان لو عايزين نتكلم على الذكاء الاصطناعي كمان ودخوله في الموضوع ده، انا بالذكاء الاصطناعي ممكن حد ياخد صوتي ويتصل بحضرتك بالتليفون ويقول لحضرتك انا واقف في المكان الفلاني وابعتي لي كذا، فانت تعتقدي ان انا نفس الشخص فتبعتي لي الحاجه دي. مشكله كبيره، دي مشكله كبيره جدا. طيب طبعا. لو هنتكلم عن التوعيه والشباب، طبعا بيكون متخرج لسه، قله خبره، بيستعمل الكريدت بشكل تلقائي جدا، السوشيال ميديا بشكل تلقائي، ويعني بحسن نيه. اللي حضرتك بتحذر كل شخص النهارده من خلال تواجدك معانا في فقرتنا، بتقول لهم ايه النهارده؟ اقول له ما تصدقش اي حاجه موجوده على السوشيال ميديا، وما تصدقش اي حد بيبعت لك او بيكلمك. ما تعتقد يعني لو بتكلم واحد ممكن ما يطلعش واحد، لو طفل صغير بيكلم طفل تاني صديقه على السوشيال ميديا وما شافوش قبل كده، وخصوصا ده بيحصل كتير حتى في الالعاب الالكترونيه. دي مشكله كبيره. ما تصدقش لان ده ممكن يكون واحد كبير وممكن يبتدي معاك يكلمك في اللعبه، وبعدين يبتدي يسالك على اسئله شخصيه عن البيت او كده، او يقول لك ابعت لي صورتك او حاجه، وبعدين ممكن يوصل معاه بعد كده لمرحله الابتزاز الالكتروني، ان هو يبتدي يقول له انا هقول لاهلك على كذا ولا بتاع، ابعت لي فلوس وحولها لي على المحفظه الالكترونيه بتاعتي وكده. فهي القضيه كلها قضيه حذر وقضيه عدم تصديق لاي حاجه بتتشاف الا لما يكون في تحقق يعني على المستوى الانساني الطبيعي. طيب امتى يعني اقدر اقول ان انا بقي نفسي من عمليه ان انا اقع في فخ الابتزاز، او ان انا يتم هاك للموبايل او الاكونت بتاعي؟ ايه المهم ان انا اخده كاسلوب حياه ومنهج؟ اسلوب حياه ومنهج زي ما بقول لحضرتك، اتباع الخطوات الفنيه لتامين الحسابات، والوعي بايه الحاجه اللي انا اقولها واحطها على شبكات التواصل الاجتماعي. بالزبط. وفي حاجات حتى لو جات لي عبر الشبكات دي وهي حاجات ما خاصه افتحهاش، لا في حاجات ما افتحهاش اللي هي زي الحاجات اللي هو واحد عايز يستدرجني علشان يعمل هاكينج. لكن في حاجات تانية انا حد بيبعت لي حاجه خاصه وهي بتاعتي فعلا، او وثيقه مهمه او حاجه، بعد ما اخد الوثيقه دي اخدها واحطها على وسيط غير مرتبط بشبكه الانترنت. يعني اخد الحاجه دي واحطها على فلاشه، واحط الفلاشه عندي في درج واقفل الدرج بالمفتاح وامسحها من على الشبكات. يعني ما اسيبش الهيستوري بتاعي التاريخي كله، ما اسيبوش واقول انا مخزنه على السوشيال ميديا، على الميديا للتليفون على مثلا. التليفون، ما اقولش انا مخزنه على التليفون وابقى ارجع له، لا انا كل وقت لازم اخد نسخ احتياطيه باك اب منه. الباك اب ده اساسا الباك اب مهم، الباك اب ده مهم جدا. مهم ان انا اخده، حتى ما يمكن التليفون يعطل، ممكن يبوظ، يبقى كده بياناتي راحت، او التليفون بتاعي باظ ومحتاج ان انا اروح اصلحه،
فهوديه المكان ربما مكان ممكن غير ياخد كل البيانات بعد او ما المعلومات يصلحه اللي عليه. هياخد البيانات اللي موجوده عليه. فانا في جميع الاحوال الحاجه المهمه اللي جات لي من خلال هذه الشبكات اخدها على وسيط غير مرتبط بشبكه الانترنت وامسحها من شبكه من على التليفونات ومن على كل الوسائط. وحضرتك بتتكلم على موضوع ان انا هصلح تليفوني او كده، كتير جدا يقول لك لا انا حتى لو انا تليفوني قديم مش هبيعه لاني اخاف ان حد يستغل المعلومات اللي عليه او الصوره اللي عليه، رغم انه ممكن يكون الشخص مدلت كل المعلومات، لكن بيقولك ان في اسلوب او طريقه ان هم ممكن يسترجعوا المعلومات كلها اللي على التليفون. هل ده وارد؟ ده وارد يعني في ادوات فنيه بتسمح ان الواحد لو بعد ما يمسح الحاجه حد تاني يسترجعها. في خلال قد ايه بقى؟ لا، يسترجعها في اي وقت. اي وقت. انا لو مسحتها النهارده وسبت التليفون بعد 10 سنين ممكن حد يسترجعها، مفيش اي مشكله، ما هي مش مشكله وقت، بس هي ليها حل. هو التليفون عباره عن ايه؟ عباره عن وسيط ماجنتيك بتتسجل عليه البيانات، ولما تتمسح البيانات ديت اي حد يقدر يسترجعها. لكن لو انا جبت اي بيانات تانية وحطيتها ومسحتها، لما يجي حد يسترجع هيسترجع اخر حاجه اخر ممسوحه، واحده، اخر حاجه مش اللي قبليها. فانا لو التليفون بتاعي انا مسحت كل اللي عليه، احط عليه املاه اي بيانات تانية، اي بيانات ملهاش لازمه، مش مهمه او مش بيانات خالص، ان شاء الله املاه بافلام كرتون مثلا. اوكي. وبعد كده اروح مسحها. في الحاله كويس. دي اقدر ابيعه، ولو حد جه يسترجعها هيسترجع اخر حاجه اللي هي افلام الكرتون، مش اللي قبليها، مش المستوى اللي قبليها. انا بشكر حضرتك جدا، حضرتك نورتنا وشرفتنا. المهندس زياد عبد التواب، مقرر لجنه الثقافه الرقميه بالمجلس الاعلى للثقافه وخبير امن المعلومات والتحول الرقمي. نورتنا يا فندم وشرفتنا. الله يخليك. بشكر حضرتك جدا.